وانا عامل بوز اهو، بص ايد مين اللي على الكوره؟ صبحي. رجل علاء الشمال خبطت الكوره. بس يعني بسال، بس ما انا جاي لك. بس يا كابتن انا بقول حاجه. انا مش سيبك من الرجل. ليه؟ انا النهارده انا جاي يا كابتن النهارده. انت قلت المبدأ ان الكوره وقعت ما بين الاثنين. ماشي. هي لو خبطت في رجل محمود علاء ودخلت كهربا جون او راحت لكهربا، لا بس دون ان يرتكب مخالفه. ما هو ما عملش مخالفه. طب الدفع اللي دفع يا هو كابتن، ما انا جاي لك بس. النهارده انا دلوقتي رايح اهاجمك وانت بتلعب بايدك، اقوم دافعك موقعك في الارض. ايوه ما دفع. الدفع ده خطا. بس بنتكلم من وجهه نظره على فكره، من وجهه نظر كابتن شناوي. بص يا كابتن، ان هي جريت منه. انا هو يا كابتن احنا عايزين نوصل لحاجه، ان لما اكون بتنافس معاك على الكوره عندنا في ايكوال تشانسز، في يعني منافسه بين الاثنين، عدله بين الاثنين، ما ينفعش ان يكون في خطا. طبعا. بس هل النهارده انا عايز اقول ان بس صبحي لما قريت منه هو اللي عمل الخطا، ان هو نزل جري يزق الكره من ماشي. ما انا كل ده ما فيش، هي دي اللي عملت. طب انا هسال حضرتك سؤال بس، هسال سؤال. لو الكوره وقعت من ايد الجون وانا رايح احط رجلي، رحت خابط الجون وخدت الكوره، فاول. خدت الكوره. ما انا خدت الكوره الاول. ما انا خدت الاول جول. طب ما دي خد الكوره. لا ما خدش الكوره. ليه ما خدش الكوره؟ ما كابتن الكوره صبحي اللي لا لا انا بتكلم بمنطق تاني. صبحي عمل الموقف ده بعد ما وقعت من ايده جريت منه. لما جريت منه رمى نفسه على الارض عشان ينقذ الموقف. فوق الالتحام مش محمود علاء. اللي لما تشوف في الاول لو محمود علاء مكمل جري من غير ما صبحي يرمي نفسه على الارض. انا شايف يا كابتن هي الكوره دي وقعت من ايده. القرار النهائي يا كابتن شناوي عشان وقتنا. الكوره دي يا كابتن، الكوره دي يا كابتن شناوي لو اتحسبت 20 19 مره جول. ده اللي انا عايز اقول لك، الحكم ما شافش التفاصيل دي. حاجه انا عايز اوصل لحاجه، ان الكوره النهارده وانس انها وقعت ده ننسى انها وقعت من ايد صبحي. الكرة بقت في شكل جديد، صح، في مكان جديد، بتنافس جديد، صح. وهذا التنافس يكون عادلا. هذا التنافس دلوقتي بالشكل ده محمود علاء لم يكن يتنافس بشكل عادل مع صبحي. يعني الكرة ايه يا كابتن؟ فاول على محمود علاء. انا شايف نورت المحكمة. ربنا يكرمك يا كابتن. بشكرك كابتن. وحازم شايفها ايه؟ كابتن ايمن شرفتونا. شايفها جول.